بقى ورا شويه معلش. فجميل قوي لما كانت البلد متعوده على مدى قرون، ويمكن يعني قرون انها تقول نعم، انها تسمع من كام سنه الناس بتقول لا. فانتوا وكفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير انتوا عملتوا اللي جامعات ثانيه ما عملتهاش في 80 سنه. فأنا مبسوط إن أنا يعني أنا يمكن ما كنتش بشارك في مسيرات كتير، لكن أنا هقول لكم حاجة بصراحة. أنا زوجتي كانت دايما تيجي تخش الأوضة تقول لي هم ست أبريل دول جايبين الجبروت ده منين؟ ناس كل يوم الصبح بتتخون، ناس بيتصرف عليها قضايا، ناس أكبر ناس في البلد بيقولوا عليها كلام يودي في داهية، ومع ذلك انتم صامدون، انتم مكملين. في حاجه صغيره بس. هنكمل المشوار ثوار احرار، هنكمل المشوار ثوار احرار، هنكمل المشوار. يا جماعه مش عايزين اصوات ثوريه كده لو سمحت. في حاجه بس صغيره، يمكن ساعات الواحد بيحس ان هو قله. ساعات الواحد بيحس ان هم قليلين بالنسبه للشعب. تاريخيا انا كنت دايما بقول ازاي جيش زي الجيش الروماني او الجيش الاغريقي او اي جيش كان يبقى تعداده 100,000 ويحتل العالم كله. لان هو لما بيخش بلد القله الفاعله، القله المقاومه لما بتتكسر البلد بتقع. فما يهمكمش ان انتوا قله، لان انتوا القله المؤثره، انتوا اللي بتعملوا فيها. استمروا. على فكره النهارده في حلقه انا بتكلم على اكثر حاجه اتكلمنا عليها من اول الصور، هي تقسيم مصر. فبنعملها بطريقه مختلفه، كرتون يعني، فهتبقى مختلفه. فانا بعمل دعايه للحلقه 5 جنيه كل واحد. انا اعتذر ان انا عندي دلوقتي هوا طالع على قناه الحافظ السلفيه الساعه 9. يعني انا لو ما جابونيش بعد نص ساعه يبقى ابعتوا حد. انا سعيد جدا ان انا مع اجدع ناس في مصر 6 ابريل. شكرا باسم يوسف، شكرا. ودلوقتي هنرجع نستمتع بالفرقه الجميله فرقه في الميدان، وهنسمع دلوقتي اغنيه شاب اجنده مقطوعه شرقيه.